قول الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر. هنا كلمة فرق بين كلمة وشروه واشتراه. ما الفرق بين شرى واشترى؟ طبعا هنا الفرق أن شرى بمعنى باع وأخذ ثمن، فكما في هذه الآية وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس أي بثمن زهيد دراهم معدودة. وقال الذي اشتراه من مصر. الذي اشتراه هو الذي يأخذ السلعة فدفع الثمن وأخذ ما يقابله، وقد جاء هذا المعنى في 21 موضوع في القرآن الكريم. أما كلمة شرى بمعنى باع ورد في 4 مواضع. نأخذ من هذه المواضع. قال الله عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوا حظ أنفسهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه هنا ماذا المقصود بها؟ من يبيع ماذا حظه. كذلك فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون وشروه بثمن بخس أي هنا كذلك معنى شروه أي باعوا يوسف بثمن زهيد. ثم قال عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه أي ما المقصود بهذه هي في آية قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين. ثم قال عز وجل لقد علموا من اشتراه أي السحر وترك الحق ما له في الآخرة من خلاق ما له في الآخرة من نصيب. وقال الذي اشتراه من مصر. ما معنى اشتراه؟ أي دفع ثمنه وأخذ ماذا ممن باعه. فالشراء في اللغة طبعا يطلق على البيع والشراء، فبعضهم قال القول الأول أنه شرى واشترى واحد، وبعضهم قال هنالك فرق فشرى المراد بالبيع واشترى يعني شرى يشري البيع، واشترى يشتري المراد به الاشتراء وأخذ السلعة ودفع ماذا الثمن.